ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة بينا كلام، السلسلة اللي بنفضفض فيها وبنتكلم فيها بدون قيود او اي حاجة، واللي بيجي في بالنا بنبقى عايزين نقوله بنطلع نصور ونقوله، مش اكتر ولا اقل يعني. موضوع النهاردة اللي انا عايز اتكلم فيه هو موضوع يمكن انا مريت بيه شوية في حياتي يعني، وفكرة انك تصدق انك فاشل او تآمن بالفشل او تبص للفشل على انه حاجة لا رجعة فيها يعني. انا بحس ان اوقات كتير ان موضوع الفشل ده او كلمة الفشل في حد ذاتها هي اخطر من الفشل ذات نفسه. يعني انت لما تصدق انك فاشل او انك آه خلاص ده اخر المطاف، ده اخطر من الفشل، لان الفشل بيتوقف على نظرتنا ليه، يعني احنا بنبص له ازاي وبنبص له من انهي منظور، وده اللي بيخليه ليه وجود. اسهل حاجة في الدنيا انك لما تقع ترمي الفوطة وتاخد بعضك وتمشي وخلاص، والدنيا مش احسن حاجة وانا فاشل والموضوع مش نافع. وفي غيرك بيعافر علشان يوصل لحاجة من خلال الفشل ده. فاكرين كان في صورة كده انتشرت فترة على السوشيال ميديا، كانت بتاعت اللي هما الاتنين اللي فوق بعض وكل واحد ماسك فاس او اللي هم بيسموه معول ده، وعمالين يكسروا في الحيطة يكسروا في الحيطة، وفي واحد منهم وقف في النص وراجع، واحد شغال بنهم، مع ان اللي راجع ده كان على بعد خطوة واحدة بس من انه يوصل للحاجة اللي هم بيدوروا عليها، اللي هو الالماس او الالماظ اللي كان محطوط وقتها يعني. ففي لحظة بتبقى لحظة فارقة، يعني انت ممكن تبقى اللحظة دي زي ما بيقولوا كده هي البيك اللي عندها بيتحول كل شيء، بس هي نظرتك للموضوع بتختلف، انت بتبص له ازاي. توماس اديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، الراجل ده حاول كتير قوي 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 علشان يوصل ان هو يعمل المصباح الكهربائي، وفشل كتير، بس هو في كل مرة كان ممكن يقول انا فشلت، كان ممكن يقول انا ما عنديش قرار تاني، ولكن هو بص لها بمنظور مختلف. قال لك ايه؟ قال لك انا ما فشلتش كل المرات اللي قبل الاختراع، لا انا اكتشفت اختراعات كتير ما تأديش ان انا اعمل المصباح الكهربائي. يعني هو بص لها من منظور اللي هو لا انا ما فشلتش، انا ممكن ابقى لسه قدامي مرة واتنين وتلاتة. بس ده مش معناه انك تفضل تعافر بدون سبب، يعني تفضل تعافر كده عمال على بطال وانت مش عارف انت بتعمل ايه. يعني اعتقد ان برضو من الحاجات الكويسة انك لما تيجي تبص للموضوع ما تبصلوش من منظور لأ أنا هافضل أحاول وأعاند وأعمل اللي ما يتعملش، في حين إن ممكن تبقى أنت ماشي في الطريق الغلط، أنت مش فاشل ولكن أنت بس مش محدد اتجاهاتك، وهو تغيير المسار على نفس المنهج. عارفين يعني مثلًا زي تخيلوا كده معايا ممثل هو شاطر في التمثيل، يعني هو كممثل أدواته التمثيلية كويسة، بس هو مصمم إنه طول الوقت يلعب كوميدي مثلًا أو يمثل كوميدي. فكل ما يعمل حاجة كوميديا ما تنجحش، ما تضربش، يعمل تاني ويعمل تالت ويصر إن هو يفضل يعمل، ما بينجحش. فهو هنا مش هنقول إنه فاشل، ولكن هنقول إن هو مُصِر طول الوقت إن هو يمشي في خط معين يمكن مش شبهه. فلمّا ييجي مُخرج مثلًا ما يشوفه يقول له طب باقول لك إيه، تعالَ أنا ممكن آخدك أعمل بيك مثلًا حاجة tragedy، يالّا نجرّب، يالّا نعمل حاجة كده، فياخده ويعمل tragedy أو action مثلًا، فينجح جدًا ويكسّر الدنيا. فهو هنا ما فشلش إنه يكون ممثل، ولكن هو كان بيسعى في الاتجاه الغلط. أنا لسه قاري يعني بالصدفة لسه شايف قصته قريب، اللي هو دكتور منعش الfood blogger اللي على السوشيال ميديا ده، إن هو ما كانش هو كان دكتور أسنان، بس بيحب التصوير، فقرر إنه يغيّر الموضوع اللي هو بيعمله، إنه يبدأ يصوّر، بس هيصوّر إيه، من نفس الconcept بتاعه إن هو دكتور أسنان، فبدأ يروح يصوّر عيادات، يعمل إعلانات لدكاترة أسنان، يروح يصوّر الأدوات بتاعة دكاترة الأسنان، فبعدين حَس إن هو يُعتبر كويس في التصوير، فقال لك أنا هافتح قناة أتكلّم فيها عن التصوير. فهو من البداية ما كانش نفع إن هو يعني أو حَس إن هو مش شبه دكاترة الأسنان، بس هو بيحب التصوير، فدخّل التصوير في موضوع إيه، شغل الأسنان. وبعدين لمّا لقى إن هو كويس في التصوير، فراح فاتح قناة اسمها كان دكتور أحمد عبد المنعم تقريبًا أو حاجة زي كده، وبدأ يتكلّم عن التصوير. وقتها ما كانش بيجيب مشاهدات، ما كانش ناجح، ما كانش حد يعرفه، وبالعافية بيعرف يجيب مشاهدات. لمّا طلع مرّة و2 و3 مع عمرو شريف وبدأ يتعرف، فقرر إن هو يعمل قناة باسم منعش، حاجة بعيدة تمامًا عن كل اللي هو كان بيعمله، بس إيه، لسه الconcept الأساسي موجود، وهو مبدأ التصوير. هو الراجل بيحب إنه يفتح الكاميرا ويصوّر، بدأ يعمل content أو صناعة محتوى بإنه يفتح الكاميرا ويصوّر. نجح نجاح غير مسبوق، لدرجة إن أنا فاكر إن هو بيقول لك إن أول حلقة كانت جابت مشاهدات خيالية، الراجل دلوقتي عنده مليون
subscriber وبيكمّل. هي الفكرة في كده، إن أنت ممكن تكون بتحب حاجة وشاطر فيها فعلًا، ولكن هي المعافرة ممكن تكون كانت في الطريق الغلط، بس بييجي عليك وقت بتكتشف هل أنا فعلًا لازم أفضل أكمّل وأقاوح في الخط اللي أنا ماشي فيه، والّا ممكن أغيّر شوية في المسار ولكن ما ارميش الهدف أو الحاجة اللي أنا باعملها. أينشتاين أفتكر يعني أينشتاين في المدرسة اتقال عليه إن هو ما بيفهمش، إن هو مستواه أقل من اللي حواليه ومشّوه من المدرسة، ولمّا فكّر يقدّم في الجامعة اللي كان نِفْسه يروحها ما راحش، برضه قال لك مش شبه الناس، ده عادي دي طبيعة في البشر، لمّا يبقى في إنسان غريب عننا سواء بقى بالأعلى أو بالأدنى، إحنا بننفُر منّه أو نبعد عنّه. هو كان وقتها عالي جدًا عن اللي حواليه، وراح اشتغل فين، يعني ده راح اشتغل شغال في مكتب بيسجل براءات اختراع، موظف، فإنه من هنا يطلع أينشتاين اللي إحنا بنضرب بيه المثل وبنتكلم عنه في أي حاجة. يعني أنا فاكر إن في مقولة لأينشتاين بتقول لك، يعني مش بالضبط يعني، بس هو بيقول لك إن حاول تخلّي كل الطرق إنك تبسّط المعلومة اللي إن تدّيها للناس، بس ما توصّلهاش إن هي تبقى بسيطة جدًا، أو ما تاخدش المعلومة البسيطة تبسّطها كمان. فقد إيه الراجل ده كان ليه وجهة نظر. والت ديزني، الراجل اللي عمل شركة ديزني اللي بتعمل أفلام الكرتون زمان، أنا مش هاتكلم عليها دلوقتي، أنا باتكلم أيام ما بدأت يعني في عزّها. الراجل ده اتطرد من الجريدة اللي كان شغال فيها علشان قالوا له أنت ما عندكش خيال كفاية. وبعد كده صدّق يعني هو لو كان صدّق الكلمة اللي اتقالت له، ما كانش بقى في أوقات بتبقى أنت عايز تعافر علشان تحقق الموضوع، وفي فرق أنت بس محتاج تاخد خطوة لورا تفكّر فيها، هل أنا فعلًا المعافرة اللي أنا ماشيها دي في الاتجاه الصح، والّا ممكن أعدِّل شوية؟ يعني أعتقد إن توماس أديسون نفترض مثلًا يعني فرضًا إن كان اكتشف في لحظة ما إن كل اجتهاده في إن هو يخترع المصباح الكهربائي ده هو مش رايح للاتجاه ده، فلو عدِّل شوية بسيطة من اللي هو كان بيعمله مثلًا وحاجات، كان ممكن يخترع حاجة تانية، بس هيبقى برضه لسه في نفس الاتجاه بتاع العلم والاختراعات والحاجات دي، بس ممكن كان يخترع حاجة تانية غير المصباح الكهربائي، مثلًا أنا بادّي فرض، ولكن هو كان عنده اليقين إنه ماشي في الاتجاه الصح وبتفشل على حاجة فبيعدِّل فيها. فهو ده أنت لازم يبقى في شعراية ما بين إنك تصدّق إنك ماشي في اتجاه غلط، وبين إنك لأ، لازم تعافر في الاتجاه، ولكن إنك تبقى فاشل أو تصدّق إنّك فاشل، الفاشل هو اللي يصدّق فعلًا إنه فاشل، ده وجهة نظري، إن الفاشل ده هو اللي يصدّق، وأنا عِشت التجربة دي لإنّي حسّيت في لحظة من ده، فعشان كده حبّيت إن أنا أعمل الفيديو اللي أنا باتكلّم فيه ده. أنت تبقى فاشل فعلًا لو وقعت وما قُمتش، لو ما اتعلّمتش من الخطوة اللي أنت خدتها حاجة يبقى أنت فعلًا فشلت، ولكن كل خطوة أنت بتاخدها هي بتدّيك معلومة، يا إمّا تكمّل لقدّام، يا إمّا تغيّر المسار سيكة عشان توصل للي أنت عايزه. لكن إنّك تصدّق إنّك خلاص ودي النهاية، أعتقد إن يبقى هو ده فعلًا وقتها الفشل. فالفشل هو وجهة نظر إحنا بنبُص لها بيه، زي بالضبط كده لو أنت شُفتني وما عملتش لايك، ما عملتش subscribe ما عملتش share للفيديو، وأنا نسيت أقول لكم شكرًا على إنكم بتتابعوني لغاية دلوقتي، ويا ريت ما تنسوش تتفرّجوا على الفيديوهات اللي قبل كده، وتتفرّجوا على الفيديو ده وتستنوا الفيديوهات اللي بعد كده من شوية فضفضة من واحد مش عارف هو عايز يقول إيه بصراحة، ولكن هو شوية حاجات كده بتيجي في دماغي بابقى عايز أتكلّم، فبافتح الكاميرا وأصوّر عشان أقولها لكم. فإن شاء الله نتقابل في فضفضة جديدة، سلام عليكم.